هاي بنات، الأخبار؟ يلا هاتي مشروبك المفضل، والنهاردة حلقة جديدة من قعدة بنات. النهاردة هنتكلم ازاي تقوي نفسك نفسيا وتبقي أحسن. هنتكلم النهاردة عن 8 نقاط حقيقيين لو نفذتيهم هتحسي نفسك أقوى نفسيا وتبقي قد أي حاجة انتي بتدخليها. رقم 1، ابعدي عن الناس اللي بيستنزفوكي. في ناس وجودهم في حياتنا مش بينفعنا، مش بيقوينا، بالعكس بيهدمك وبيهدك ومش بيقويكي ابدا. فاقطعي علاقتك بيهم. يعني انتي لو انتي عارفة وجود ناس في حياتك، اصحاب، ناس في الشغل، ناس مقربين، او انتي حاسه ان وجودهم بيتعبك بيأذيكي نفسيا، اقطعي معاهم على طول. طب ماشي، ممكن تقوليلي طب ده دول اهلي، عيلتي. خففي لقاءات معاهم، خففي على قد ما تقدري لقاءات معاهم، وما تجتمعيش معاهم في مكان كتير. لا، يعني في حاجات بسيطة وخفف، وما اكونش معاهم احتكاك كبير. يعني لا، ابقى حاسه كده اللي هو من بعيد. فخففي معاهم خالص، او اللي تقدري تقطعي معاه اقطعي علاقتك معاه على طول. دول مش بينفعوكي، بالعكس هم بيهدوكي. فاقطعي بيهم قبل ما يغرقوكي معاهم. خليكي في علاقاتك أنانية. يعني لو هيبقى ده لمصلحتك ولصحتك النفسية خليه. عكس كده اي حاجة بتضرك اقطعي بيها خالص. ما تخليش اي حاجة تتعبك نفسيتك موجودة في حياتك. خففي من الناس اللي بيستنزفوا طاقتك. رقم 2، سيطري على مشاعرك. انتي اللي بتتحكمي في ردود افعالك، وانتي اللي بتتحكمي في مشاعرك، وانتي اللي بتتحكمي في نفسك. ازاي؟ انك تتحكمي في ردود افعالك وتكوني بتردي بهدوء. ما تنفعليش عشان ناس مريضة اصلا كل همهم انهم يستنزفوكي، انك انت تنشغلي معاهم باي تفاهات، ان يطلعوا عن اسوأ ما فيكي بسبب اقل موقف تتحطيله، يطلعوا اسوأ ما فيكي. فلا، انتي ردي بهدوء وخليكي هادية، خليكي باردة معاهم. عارفة يعني ايه خليكي باردة؟ ايوه، خليكي باردة معاهم. اي حاجة هتخليكي تتنرفزي، تتوتري، تطلعي عصبيتك، لا بالعكس خليكي باردة معاهم دايما. حتى لو هتروحي في البيت تنهاري بمعنى الكلمة بسبب اللي حصل، ايوه عادي، بس قدامهم انا واقفة، قدامهم انا في الموقف واقفة وقوية جدا ومفيش حاجة هزتني. حتى لو في البيت انا هروح انهار، ايوه انهاري، طلعي طاقتك في البيت، مفيش اي مشاكل. لكن بره وقفي وقفة قوية، اقفي، مفيش حاجة بتهزك. وقفي وخلي عندك ثقتك عالية. ما تخليش حد بمجرد كلمة انه يهز ثقتك في نفسك، انه يهز سلامك الداخلي. لا، خليكي باردة خالص. مهما كان اللي هيحصل ده برضو قدامهم ما تنهاريش قدام اي حد ابدا مهما كان مين. خليكي دايما قوية. رقم 3، خليكي كاتمة حياتك لنفسك. يعني مش لازم الناس كلها تعرف عنك كل حاجة. اشتغلي في سر. خليكي انجازاتك هي اللي بتتكلم عنك. صدقيني مش كل الناس بتحبك، ومش كل الناس بتتمنى لك الخير، وانك انت تبقي افضل، وانك انت تبقي في مكانة حلوة. محدش، او مش كلهم، الا قلة قليلة ممكن هم فعلا يتمنوا لك الخير. لكن مش كل الناس هتبصلك اللي هو ايوه انت تستاهلي وكده وتحبلك الحلو او الخير. لا، هتبصلك على الحلو بس في حياتك، مش هيبصوا على انك انت قد ايه عانيتي عشان توصلي اللي انت دلوقتي مثلا فيه. قد ايه عديتي بايه انت علشان تبقي اصلا كده. وفعلا الناس يا جماعة عينها وحشة وعن تجربة. يعني محدش عارف حياتك الخاصة عاملة ازاي، ومحدش عارف انت بتمر بايه في يومك عشان تكوني واقفة كده. محدش بيكون عارف. فليه يعرفوا بس الحلو في حياتك؟ ليه انت ما تبيني لهم الحلو في حياتك فينظروا لك على الحلو اللي في حياتك ويعتقدوا ان حياتك كلها ماشية بيرفكت، وهو مش كده. فلا،
انا اخلي حياتي ماشيه بصمت، اخليها حياتي سريه كده، اللي هو محدش عارف عني حاجه. خليني غامضه، ايوه خليكي غامضه، مفيش اي مشاكل لما تبقي غامضه. علشان مش هيبصولك على انك انت فعلا تستاهلي وانك انت تعبتي عشان وصلتي لهنا، لا مش هيبصوا على كده. فخلي حياتك في سر. رقم 4، ما تستنيش حد يسقفلك او يشجعك، او يكون انك انت تستني حد يطبلك، او انه تستني انك انت تاخدي الرضا من الناس. لا، ما تعمليش كده. هتبقي انت فعلا لو قعدت تدوري على رضا الناس، هتبقي انت فعلا انت واقفة في مكانك. اصلا الناس غاية لا تدرك، ورأيهم مش هيكون في صالحك ابدا، دايما هينتقدوكي مهما انت عملتي ايه، فخلاص. وبعدين ما تنسيشي ان مفيش حد هيكمل معاكي الرحلة من اول الرحلة لاخرها، لا. فما تعتمديش على حد ابدا، الدنيا بتتغير وكل يوم ممكن تقابلي ناس جديدة، فما تعتمديش على حد نهائي. رقم 5، اتصاحبي على نفسك. حبي القعدة مع نفسك، وخصصي لنفسك وقت انك تقعدي معاها وتفهميها، وخليها تبقى هي اعز صاحب عندك. يعني خلي ليكي لو يعني انتي لو ما قعدتيش معاها عمرك ما هتفهميها، فلازم تخلي وقت تجربي معاه حاجات جديدة، وجربي انك تخرجي وحدك. ما تستنيش حد علشان تخرجي معاه، ما تستنيش ان حد يفضلك عشان تخرجي معاه، لا. انتي اخرجي مع نفسك وحدك. روحي جيبي حاجة بتحبيها، اشربي حاجة بتحبيها، اتمشي، جيبي كل اللي نفسك فيه. فعلا هترجعي مبسوطة. فمش لازم نستنى حد يفضى علشان يخرج معانا، فلا، انتي اخرجي معاها. انتي قادرة تسعدي نفسك بنفسك، بس انتي مش عارفة ازاي. فانتي لما تقعدي معاها وهتفهميها، فانتي هتعرفي ازاي انا اسعد نفسي، ازاي انا اعمل اللي انا عايزاه. فلا، اقعد معاها وافهمها واشوف انا محتاجة ايه. رقم 6، اعملي لنفسك حدود وتعلمي تقولي لا. يا جماعة دي اهم حاجة ان احنا نتعلمها، ان احنا نقول لا في الحاجة اللي احنا مش عايزينها، نقول لا. وقتك غالي، وقتك غالي، فحافظي عليه وركزي انتي بتضيعيه في ايه. يعني انتي لما تحترمي وقتك وتحترمي الوقت بتاعك، ومش اي حد يجي يقولك على حاجة فيلا فانتي تبوظي يومك عشانه. لما انتي تحترمي نفسك وتحترمي الوقت بتاعك، الناس هتعمل كده، الناس هتحترمك وهتحترم انك انتي شخصية بتقدري نفسك وبتقدري الوقت بتاعك، مش وقتي هيروح على اي حاجة تافهة، لا. فانتي لما تحترمي نفسك الناس هتعمل كده وهتحترمك تلقائيا. رقم 7، ما تجريشي ولا حد، ما تجريشي ورا حد. خلي اللي حواليك هم اللي ينجذبوا ليكي، هم اللي يجولك. بطلي تطلبي الاهتمام من الناس، بطلي تطلبي الاهتمام اصلا. انتي اشتغلي على نفسك، ولما بتبذلي جهد في نفسك، ولما تبذلي جهد انك انتي تبني نفسك وتبني نفسك كويس، فالاهتمام هو اللي هيجيلك لوحده. فانتي لما تقدري نفسك تستثمري في شخصيتك وتستثمري في انك انت تقوي في نفسك، فانت تلقائيا الاهتمام هيجيلك لوحده. ما تحطيش مجهود علشان حد، ما تحاوليش تبيني لأي حد انك شخص كويس وكيوت، انك تبذلي جهد عشان توصلي لحد المعلومة دي، لا. ليه نعمل كده؟ ليه ابذل جهد اني انا ابين اني انا شخص كويس وشخص كيوت وشخص كويس جدا وصحبون؟ ليه اعمل كده؟ ليه اعمل كده في نفسي اصلا؟ لا. فانتي عايزاكي انك انتي اللي يشوفك هو عارف انك انتي فعلا حلوة وانتي فعلا كويسة. فما ما تبذليش جهد وما تتغيريش عشان حد، وما تعمليش حاجة انتي هتاخد منك جهد عشان توصلي لحد حاجة زي كده هو اصلا ما شايفهاش. فخلاص ما تتعبيش نفسك. خلي لنفسك قيمة، وخلي لنفسك انك انتي ما تعمليش حاجة عشان حد. ما تحاوليش تبذلي جهد عشان تبيني لحد ان رأيي وكان غلط وانك انت فهمت الموضوع غلط. خلاص فهموا براحتك، هتعملي له ايه يعني؟ فخليكي دايما انتي الشخصية اللي عارفة قيمة نفسها، مش بتعمل اي حاجة علشان تقلل من نفسها او ان هي توضح لحد فهم غلط. هو اصلا لو بيحبك كان فهم الموضوع من الاول صح. اللي جواكي اهم من اللي باين عليكي 1000 مرة. يعني اللي جواكي اهم من ان انتي بتظهريه. يعني مش هتبقي شخصية قوية او شخص قوي وانتي من جواكي متدمرة. فلا،
انت حاولي انك انت تصلحي اللي جواكي، يعني رتبي افكارك وعالجي جروحك اللي انت حاسه ان فعلا في جروح جواكي، عالجيها وتعلمي تمسكي نفسك خصوصا وانت بره. يعني مش اي حاجه تاثر فيكي بره، واوعي تنهاري، اوعي تنهاري ثم اوعي تنهاري بره. في البيت اعملي اللي انت عايزاه، لكن بره خليكي دايما شخصيه قويه. ما تنسيشي انك انت بتعملي ده علشانك وعلشان تبقي فخورة بنفسك وتبقي نسخة افضل واحسن منك، وعمرك ما توقفي انك تبقي احسن من اليوم اللي قبله. انت قد اي حاجة انت عايزاها. وما تنسوش يا امارات انكم دايما تهتموا بنفسكم، وبرضو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.